انا طبعا بشكر كل اللي اختارني، يعني انا حاسس ان اللي اختارني مجلس اداره وجماهير النادي المصري واللي بيحبوا النادي المصري، يعني ثقتهم فينا كبيره. وطبعا انا توليت المهمه وهي صعبه ولكن مش مستحيله. ثقتي في ربنا كبيره، في اللعيبه جماهير النادي المصري، وانا مش هغير كلامي. من غير الاثنين دول مش هقدر اعمل حاجه. يعني انا بعيد عن اي مشاكل بين جماهير او صراعات. انا برضو جماهير المصري، والصراعات اللي بيننا والحب اللي بيننا. النادي المصري يا جماعه في ازمه، المفروض ان احنا كلنا نتكاتف، كلنا ننسى ذاتنا ونفكر في النادي المصري. لان النادي المصري لو نزل لا هيبقى في بورسعيد، ولا هيبقى في جماهير بورسعيد، ولا هيبقى في لعيبه في النادي المصري. فالنادي المصري ان شاء الله ثقته في ربنا كبيره، وفي اللعيبه وفي الاعلام المرئي رقم واحد هو اللي هيقدر يوصلنا للهدف اللي احنا جايين له عشانه. قلنا طرق انقاذ النادي المصري من خلال كابتن طارق سليمان هتكون ايه؟ والله يعني انا مش ماسك عصا سحريه، انا عندي مجموعه لعيبه كويسه محتاجين ان احنا نفوقهم، نعلمهم يعني ايه الاصرار على المكسب، وده شعارنا. لان الاصرار يتخلله حاجات كتير، الروح لازم تكون عاليه، حبنا لبعض، الجهاز حبه لبعضه، مجلس الاداره واقتناعه بالجهاز واللعيبه، الجماهير اقتناعها بالجهاز واللعيبه، كل الكلام ده بيتحط تحت شعار الاصرار على الفوز ان شاء الله. فده هدفنا، والهدف ده بيتخلله حاجات كتير. الاصرار على الفوز يمكن كانت نغمه بعيده جدا عن النادي المصري في الفتره اللي فاتت بسبب سلسله من التعادلات الكبيره، رغم التعادل او رغم الاداء الجيد اللي ظهر بيه النادي المصري. عايز اقول انت كل الماتشات اللي بيلعبها النادي المصري نسبه الاستحواذ 65%، ده اكبر دليل على ان النادي المصري اداؤه عالي جدا، ولكن سوء الحظ. وانا ما بقولش سوء حظ، هو كان في النيات. لان الكور اللي بتدخل في النادي المصري دي نيات، الكور اللي بتطلع من الجون دي نيات. فالتغيير ده لعل وعسى، مش تقليل من الكابتن انور سلامه، انا بكمل مشوار الكابتن انور سلامه والجهاز اللي معاه، لان انا مش ماسك العصا السحريه، لكن انا بكمل مسيره. هم ادوا اللي عليهم، ولكن التوفيق كان مش ملازمهم، كان في حاجه الله اعلم. الله اعلم. لكن التغيير النهارده الحب اللعيبه للجهاز والجهاز للعيبه، والكل مقتنع بالمجموعتين. هل شايف الفتره الجايه هتكون صعبه للكابتن طارق سليمان، ولا الامور هتكون حاسس ان هي شبه ميسره؟ هي الحمد لله ميسره، لان الامور ميسره. والنهارده الاحساس اللي جالي من جماهير النادي المصري بيدل على ان الحياه ميسره بالنسبه للنادي المصري، والمستحيل نقلبه الى ايه؟ الى واقع. حماس اللعيبه اللي جوه الملعب الحمد لله انا شايف كله متحمس، الكل عايز يلعب، الصغار عايزين يلعبوا. اولادك يا كابتن اغلبهم اولادك وابناء النادي المصري. انا قلت 90% منهم ان انا دربتهم. الحمد لله هم في الملعب، انتوا شايفين احنا هدفنا واحد، اصرارنا واحد، ان احنا لازم الفرص اللي بتروح دي، لان كره القدم فرصه. هتعالجها ازاي يا كابتن دي؟ بعد الشغل، العمل والتمرين. 99% من نجاح اللاعب اذا كان في الملعب فيرود بيشتغل على، هو شغلته التهديف، شغال على الجول. النص الملعب لازم يكون في علاقه بين الثلاث خطوط، يبقى ما نلعبش احنا لعب عشوائي. عشان نقدر نتوج الاداء ده الى نتيجه ايجابيه لازم يبقى في اداء جيد وفي اصرار على المكسب. ممكن فرصه تجيلي في ال90 دقيقه تجيب جول واطلع الماتش خسران كسبان 3، وانت كنت كسبان بتروجيت والوقت الضايع. لو في حته اصرار كان كل واحد مان ما كانش اتلعبت. فبرضه انا بقول يعني دي توفيق من عند ربنا، ان شاء الله التوفيق يلازمنا، وان شاء الله نكون اضافه للنادي المصري والمصري اضافه لنا.